ربما كثير من الناس ولعلنا يعني نحن كذلك نقع في تلك الأشياء التي نعصي بها الله عز وجل، وكلنا ذاك الرجل الذي يخطئ، نغلق الأبواب والنوافذ ثم بعد ذلك نعصي الله عز وجل ونبارزه. والله نخشى أن يقع فينا قوله سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. تدري ايش عقوبة من لا يراقب الله؟ ايش هي؟ ومن يجعل الله أهون الناظرين إليه؟ أن الله يوم القيامة يجعل أعماله هباء منثورا. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. يعني يحبط العمل؟ يحبط. فالصحابة رضوان الله عليهم خافوا، قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، أعطينا مواصفاتهم لعلنا ألا نكون منهم. قال: أما إنهم من بني جلدتكم، يعني مثلكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يقومون الليل. نعم، ويصومون من النهار كما تصومون، إلا أنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا كان لوحده ما راقب الله ولا عظم الله، وجعل الله أهون الناظرين إليه واقترف الذنوب والمعاصي. الانتهاك هذا لحرمات الله عز وجل المقصود فيه في هذا الحديث هو هل المقصود اللي هو الديمومة إنه دائما، ولا اللي إنسان مثلا وقع ثم انتبه ثم رجع؟ لا، المقصود إنه يستخف بنظر الله، يجعل الله أهون الناظرين إليه، ودائما إذا خلى بمحارم الله عز وجل تجرع على الله وعصاه ولا يبالي باطلاع الله ونظر الله عز وجل إليه. فعقوبته أن يجعل الله أعماله هباء منثورا يوم القيامة إن لم يتب ويرجع إلى الله في هذه الحياة الدنيا. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى جل وعلا. فمع الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا اختلى بالله جل وعلا أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحان الله ترى الطاعة في الخلوات مثبتات والمعصية في الخلوات منكسات، نسأل الله العافية.